ازيكم يا جدعان، ورجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا مش هنتكلم عن الغيبه اللي بتحصل دايما في اليوتيوب. انا اسف اعذروني جدا، بس ان شاء الله بحاول ارجع بالتدريج زي ما انتم شفتوا في اخر فلوج اللي هو كان اول امبارح او امبارح تقريبا. ما علينا، على حسب ما ينزل الفيديو دوت. يا جماعه انا صورت الفيديو دوت على طول بعد ما نزلت الفلوج بيوم تقريبا، الله اعلم هينزل امتى الفيديو دوت. طيب فيديو النهارده هيبقى عن ايه؟ زي ابتدي السكيت بورد. طبعا يا جماعه اللي ما يعرف، انا سكيت بورد عامه عندي على الانستا، واللي عندي على التيك توك هيعرف ان انا بسكيت بورد من زمان جدا. بصوا يا جماعه، هبدا لكم القصه من الاول خالص. تمام، كنت واحد طبيعي عادي جدا ماشي في الشوارع، لقيت واحد بيسكيت قدامي، اللي هو عجبني الموضوع. طب تسكيت حياه تانية، دنيا تانية، فاهم انت الفكره؟ حبيت اجرب الموضوع. تسكيت كده وعالم تاني، فقلت جربت. وكان اول مره اجرب فيها كان لونج بورد، كان بتاع صاحبي يعني. عامه جربت يا جماعه، يا ريتني ما جربت. كانت اول مره اجرب فيها حرفيا. انا وقعت على وشي، انا بوست الارض بمعنى الكلمه، انا بوست الارض. ولو ايه، واحد مثلا بيجرب المفروض بيتجرب على سبيد قليل بتاع، انا جربت وانا نازل داون، فاهم؟ داون هيل. معلش يا جماعه، القطه تخلص بس ونرجع نتكلم تاني. نرجع لموضوعنا. انا بنزل ايه اللي هو على داون هيل، فاهم انت؟ اول مره تركب سكيت بورد، لا لونج بورد، فاهم؟ الحمد لله عدت على خير. لبست في واحده وانا ماشي يعني، كانت برولة السكيت بعجل دوت. دي كانت اول مره سكيت بيها في حياتي. بصوا بصراحه ما اكدبش عليكم، عجبني الموضوع جدا لدرجه ان انا خلاص عارفوا ان انا كنت بلعب ببجي زمان. سيبت ببجي عامه، سيبت ببجي، بعت الاكونت بتاعي، رحت اشتريت بيها سكيت بورد. بصوا انا تقريبا بسكيت سنتين ونص تقريبا، بيس يعني حلو بالنسبه للسكيتر يعرف يسكيت تقريبا. الحمد لله خلال السنتين ونص دول انا عايز اقول لك ان انا ما جبتش ولا تريك فليب خالص. فابتديت ابطل ارجع. اول ديك كسرتها على الستوري على الانستا عندي كانت بلانك، ما كانتش وحشه، قضت معايا الغرض، علمتني حاجات كتير قوي. الستوري برضو بتاع الانستجرام على الهايلايت، كنت في السعوديه بتعلم لوحدي لحد ما جيت مصر وكسرت الديك الحمد لله. الديك دي اللي هي الخشبه عامه بتاعت السكيت، محدش يفهمها. حطها ازاي بقى؟ كنت بعمل اولي، انتوا عارفين الاولي طبعا. اول مره في حياتي اعمل اولي من فوق حاجه اللي هي قد ايه، حته عصايه قد كده قد كده طول بقى، فاهم انت؟ حطيتها وقلت اتراي عليها مره واثنين وثلاثه. المره الخامسه نطيت، فرحان ان انا نطيت، بس كده بص على الديك لقيت اصلا تيل اللي هي اللي طالعه كده لورا ديت، بس من ورا بقى، فاهم؟ مكسوره، فاهم؟ انا سمعت السكيت بيعمل تيك. انا هنا قلت خلاص، انا مستقبلي ضاع في السكيت، انا مش هعرف اجيب سكيت تاني. طبعا مش هقول له ان انا جبت ديك تاني برضه، طه برضه، بس ايه من فوق 3 سلالم. الموضوع بقى اتطور. ديك اللي هي ديت انا جبتها كانت اقل من اللي انا جبتها اول مره. انتوا متخيلين الفكره؟ يعني اول واحده ديت كانت بلانك، هو تستحمل نط بيها مش وحشه. المره التانيه بقى انا جبت ديك قضى معايا بالغرض، فتح لي تريكس كتير. وطبعا مش هقول لكم انا اتحمست بزياده ونطيت سلمه وفرحت طبعا ان انا نطيتها اولي مش دروب، وده جميل قوي يعني، ده انجاز. فرحان ان انا نطيتها اولي مش دروب. انت يا معلم بقى اتحمست بزياده بقى بعد ما نطيت السلمه دي. انا قلت انا هنط ال3 سلالم. طبعا السبوت اللي انا كنت فيها ديت في رويال هاوس، اللي ما يعرفهاش ديت يبقى فاتوا نص عمره في السكيت حرفيا. دي السبوت اللي كله بيتخلق منها سكيتر، فاهم؟ عايز تسكيت روح رويال هاوس. للاسف رويال هاوس دلوقتي بقت وحشه جدا بسبب انها بقت لما كتير، لما قوي قوي حرفيا. رمت رولر، مش قصدي على السكيت بورد طبعا، اصلا من الاول كانت سكيت بورد وكانت رولر، بس رولر ريل، فاهم؟ ريل مش لما. دلوقتي بقت لما بقى، كله شباب على بنات على بتاع، ربنا يهديهم يعني. الحمد لله كله دلوقتي بقى يروح سبوتات تانية. بس عامه السكيتر لازم تكون رحت رويال قبل كده. ما علينا. الديك الفيك اتكسرت في رويال في ال3 سلالم، هي حاليا اصلا بقت سد. لو رحت رويال هاوس دلوقتي الميرلاند هتلاقوها اصلا بقت سد. من بعدها بطلت سكيت حوالي 6 شهور تقريبا. بعدها جبت ديك من ديكاتلون اللي هي اصلا ممكن تقول بلانك بس اعلى من البلانك شويه، اللي هو بحيث انها تستحمل. نقول مثلا الديك البلانك والفيك دول نص سنه، فاهم؟ مش سنه. نخش بقى السنتين هما قعدوا معايا. جبت فيها الديك الاوريجينال، نقول عليها اوريجينال الصراحه، بالنسبه لي انا شايفها حلوه قوي جدا، تستاهل مليون في الميه الديك ديت. الديك دي ما شاء الله لحد دلوقتي مستحمله معايا وما اتكسرتش الحمد لله، كلها تشبات الحمد لله، الله اكبر اللهم بارك فيها يا رب ما تتكسرش بعد الفيديو دوت. الديك دي لحد دلوقتي مستحمله معايا الحمد لله. فتحت بقى تريكس كتير. عايزين تشوفوا فيديو وانا بسكيت عامه، يا ريت ما انصحكوش يعني، بس لو عايزين تشوفوا الفيديو دوت في الكومنتات تحت، وصلوا الفيديو دوت 20 لايك استنى اجيبها لكم. الديك هي يا جدعان الحمد لله مستحمله معايا، صنفره كمان مش جريبتد. وبس يا صاحبي، هي دي كانت مسيرتي في السكيت وازاي اتعرفت على السكيت وكده. جميل جدا جميل جدا ان انت تعرف رياضه جديده، بس في بقى سلبيات. يعني سلبياتها بقى اللي هو انت يالا، انت اكبر يالا، انت طفل ليه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ راكب خشبه وفرحان بيها، تلبس لي واسع وبتاع. معلش ثانيه واحده، هو احنا بنلبس واسع ليه؟ ما تسال نفسك طيب، انت ليه بتتريق وبتتكلم قبل ما تعرف هو احنا ليه بنعمل كده اصلا، فاهم؟ مبدئيا كده احنا بنلبس واسع لسبب. السبب الاول احنا لو لبسنا ضيق، انت دلوقتي عمال بتلعب حركه بقى وبتعمل حركات
حركات او تتدرب وتحرق كتير، انت طبيعي مش هتلبس لي سكيني جينز فاهم، بالعقل كده تلبس حاجه واسعه عشان خاطر تساعدك على الحركه والجري، اصلا كلها بتعتمد على الكارديو ومرونه، انت لازم مرونه عاليه، المرونه عاليه مش هتيجي بالبناطيل الجينز الضيقه والهدوم الضيقه اللي ماسكه على جسمك فاهم. بص الهودي اصلا مش عارف فاهمكم ازاي يا جدعان، لازم تعقلوها كده بالمخ، مش معنى ان انت بتلبس واسع بناطيل واسعه وتيشيرتات هوديز واسعه كده فرفور، لا طبعا تلبسوا الهدف فاهم، هدف ان انت تبقى واخد راحتك اكتر في الحركه. كل ما امشي من الزمالك وبتاع الزمالك بكره اصلا الزمالك، انا ما بروحهاش اصلا، الناس بس محتاجه تعقل شويه، تفهم يعني ايه سكيت بورد، تفهم يعني ايه اللبس المفروض اصلا يتلبس، اي لبس عامه بيتلبس بس مريح ليك فاهم، مش شرط بقى لا انت لازم تلبس واسع عشان تسكيت، لا عادي في ناس بتلبس ضيق فاهم ترتاح فيه، فانت اللبس اللي انت بتحبه مرتاح فيه البسه وانت بتسكيت. بس كده يا سيدي خلصنا الفيديو قصتي مع السكيت بورد، انا اسف اني متاخر عليكم على اليوتيوب، اهم حاجه الدعم يا جماعه، ما تنسوش انتوا تدعموني كتير. بس يا سيدي يعني مش عايز اطول عليكم الصراحه، ما تنسوش لايك وسبسكرايب وكومنت، لو انت مش مشترك اشترك بقى على سر التنبيهات، خلاص يعني في كونتنت جاي جديد ان شاء الله. فبيس، كان معكم بيلي، السلام عليكم.